السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة بريتل حليب ومعلقتين من النشا. هنعمل اكتر من 2 كيلو ايس كريم، حاجة كده بجد قمر. هنعمل ايس كريم فانيليا وشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكمان مش مكلفة خالص. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ بجد مفيش اطعم من كده. ايس كريم ناعم وكريمي وطعمه ياخدك لحتة تانية خالص. شوفوا انت بقى لو هتشتري الكمية دي كلها هتدفعي فيها قد ايه. هنعملها النهاردة بأقل من ربع التمن. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك بلايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حلة هنزل برتل من الحليب البارد. رتل الحليب 4 كوبايات بمج الشاي أو بالكوب المعياري. زادوا معايا معلقتين. هنزل عليهم كمان ب3 معالق كبار من النشا. عندي كمان 4 معالق كبار من السكر، والسكر على حسب الرغبة. وهبدأ بالمضرب اليدوي، هقلب الأول على البارد السكر مع النشا مع الحليب. بعد كده هبدأ أرفعهم على نار متوسطة، وهفضل بقى أقلب كده باستمرار. مرفعش ايدي ابدا من التقليب علشان الخليط ده مش عايزاه يكتل ابدا. طبعا احنا دلوقتي بنعمل مهلبية خفيفة. هبدأ هنا أول ما يبدأ كده معايا في الغليان، هنزل بمعلقة كبيرة مليانة من عسل الكلوكوز في حدود ربع كوباية. عسل الكلوكوز متوفر وسعره كمان مش غالي أبدا. أنا بجيب البرطمان ده ب35 جنيه. بعينه كده في ضرفة المطبخ وبيقعد عندي فترة طويلة جدا. هبدأ بقى أخد معلقة كبيرة كده مليانة، وهنزل بقى بيها وهبدأ أقلب برضو بالمضرب اليدوي باستمرار. طبعا عسل الجلوكوز فايدته انه بيدي مطة كده للايس كريم. بس كده هنا بدأت تغلي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. اول ما تبدأ تغلي كده من حوالين الحلة او من جوانب الحلة، نطفي بقى عليها ونرفعها من على النار على طول. زي ما قلت لكم احنا عايزين نعمل مهلبية خفيفة. تمام. عايزاها بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. طيب هبدأ بقى دلوقتي ارفعها كده من على النار وفي طبق غويط، وهبدأ افضيها بالشكل ده. عندي كمان كيس تلاجة فتحته كده نصين، وهبدأ أغطي بيه علشان خاطر الخليط ده أو المهلبية دي ما تبدأش تكون قشرة معايا. بسيبها على رخامة المطبخ لحد ما تبرد تماما، وبعد كده بدخلها يا إما من الفريزر نص ساعة أو على رف التلاجة مش أقل من ساعة. محتاجاها تكون ساقعة جدا. تعالوا بقى هنا نبدأ نعمل الكريم شانتيه. معايا كوباية من الكريم شانتيه الخام. أنا بستخدم ماركة دريم أو المتحدة. ونزلت عليها كمان بكوباية وربع من المية المتلجة. لازم المية يكون فيها جرش كده من التلج علشان الايس كريم يتماسك معاكي، لان احنا في الحر. طبعا في الشتاء المقدار بيختلف. كوباية الكريم شانتيه بنضيف لها كوباية ونص من المية المتلجة. هنا بقى بدأت أخفقهم بالمضرب الكهربائي بالشكل ده لحد ما وصل معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه. جبت كده المهلبية بتاعتنا من التلاجة، وهبدأ أنزل بيها وهي ساقعة متلجة على الكريم شانتيه. وهبدأ بقى أشغل المضرب تاني، وهبدأ أخفق باستمرار مش أقل من 10 دقايق. تمام. هيبدأ بقى يديني قوام كده كريمي جدا وناعم، وكمان المقدار معايا هيتضاعف. نستمر بس كده في الخفق لمدة زي ما قلتلكم مش أقل من 10 دقايق متواصلة. هنا طبعا علشان المهلبية الخفيفة بتاعتنا كانت متلجة، فما بتأثرش أبدا على الكريم شانتيه. بالعكس هي بتديله قوام، وكمان بتزود معايا الكمية. بس كده. شايفين بقى اللهم بارك المقدار بقى قد ايه. بصوا كمان بقى القوام تحفة بجد. تعالوا بقى هنا نبدأ نقسم المقدار ده على 2. انا هاخد نص المقدار هعمله فانيليا، والنص التاني هبدأ اضيف له كاكاو واعمله بالشوكولاتة. بالفانيليا الاول هبدأ هنا كده اضيف فانيليا باودر او فانيليا السايلة. بس انا بصراحة بفضل اوي الفانيليا السايلة. ريحتها بتكون قوية وطعمها كمان في الايس كريم بيكون حلو جدا. تمام. خفقتهم كده بس اقل من بصوا يعني اقل من 10 ثواني. وهبدأ بقى هنا انزل بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام. ونختار كاكاو نوعيته كويسة علشان يدينا طعم حلو في الايس كريم، وكمان يدينا لون غامق. نزلت كده بالكاكاو وهبدأ برضو اخفق كده اقل من نص دقيقة
ما نخفقش هنا بقى بعد ما ننزل بالكاكاو، ما نخفقش كتير عشان كتر الخفق هيديكي لون فاتح، هيبدأ يفتح معاكي اللون، فبلاش نخفق كتير بعد إضافة الكاكاو. بس كده خلصنا كده ايس كريم الفانيليا وكمان ايس كريم الشوكولاتة. بصوا بقى الجمال، اظن مفيش اسهل من كده، وعايزة اقول لكم اقسم بالله طعمه طعمه جميل جدا. شايفين كمان القوام؟ ده القوام اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى هنعمل ايه بقى دلوقتي. معايا القوالب بتاعة الايس كريم. هبدأ بقى اجيب كيس تلاجة او كيس حلواني بالشكل ده، وهبدأ اخد كمية كده من ايس كريم الفانيليا. طبعا الكيس انا فاتحاه فتحة صغيرة كده علشان خاطر ابدأ انزل بقى بيه في الفرن بتاعة الايس كريم من غير ما بهدل الدنيا. انا هنا عايزة الفورمة دي اعملها نص ونص، هعملها نص فانيليا ونص شوكولاتة. هبدأ اخد بس نص الكمية بالشكل ده، وهبدأ اوزعها، وهبدأ بقى اخبطها كده كم خبطة على الرخامة علشان اخرج منها اي هوا، وهدخلها على الفريزر يا دوب 5 دقايق بس تتماسك، علشان لما اجي انزل بالطبقة التانية ما يختلطوش على بعض. تعالوا بقى نجيب الفورمة السيليكون دي، بصراحة جميلة وعملية جدا وسهلة قوي كمان. هبدأ بقى اوزع فيها كمية بالشوكولاتة. انا الفورمة السيليكون دي هخليها كلها شوكولاتة. لو مش متوفر عندك الفرم دي تقدري تستخدمي الفناجيل بتاعة القهوة، هتكون حلوة جدا. وكمان العصيان الخشبية دي متوفرة، الباكت على بعضه فيه تقريبا 100 عصاية ب25 جنيه. بتلاقيهم عند الناس اللي بتبيع مستلزمات العمليات، لكن انا بصراحة جايباهم مع الفورم السيليكون دي. الفورمة السيليكون دي بيكون موجود معاه الباكت بتاع العصيان، بيقعد فترة طويلة جدا، تقدري كمان تغسليهم وتستخدميهم مرة تانية. هنا بقى وزعت القالب ده او الفورمة دي كلها شوكولاتة، وهي بيكون لها غطا سيليكون، غطيتها وهوديها على الفريزر. تعالوا بقى هنا باقي الكمية هبدأ انزل بيها كده في علبة. دي كده هتكون بالشوكولاتة، وهجيب علبة زيها بالظبط وهبدأ انزل بكمية الفانيليا. طبعا انا كنت بقية جزء كده علشان خاطر اعمل بيه النص التاني بتاع ايس كريم الفانيليا. تمام كده، ضروري ان احنا بنخبط العلبة كام خبطة كده على الرخامة علشان نخرج منها اي هوا، عشان بعد كده ما تعملناش فقاعات هوا ويدخل فيها بلورات من التلج. تمام. شايفين بقى الكمية؟ اللهم بارك، بجد كمية كبيرة جدا. هبدأ برضو كده اخبطها كده كام خبطة بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام. وبالغطيان بتاعتهم بقى، وهبدأ اغطيهم، وبرضو هنوديهم على الفريزر. طيب هنبدأ بقى نخرجهم من الفريزر مش اقل من 6 ساعات كاملين، او من بالليل للصبح بيكون وقت كويس جدا. هبدأ كمان اغطي الوش كده بالاكياس البلاستيك، علشان زي ما قلت لكم نمنع اي تكوين بلورات تلج على الايس كريم بتاعنا. وهغطي بقى كويس وهوديهم على الفريزر. تعالوا بقى نبدأ نجيب الفورمة التانية اللي دخلناها الفريزر، قلت لكم هندخلها الفريزر 5 دقايق، هتبدأ تتماسك معايا بالشكل ده. هبدأ بقى اوزع كده عليها النص التاني اللي بالشوكولاتة بنفس الطريقة بالظبط. وحبايبي اللي وصلوا معايا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو، بجد محتاجة الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس. الفيديو مش بينتشر على اليوتيوب غير باللايك وكمان بالتعليق الكتير. بصوا بقى كده وزعت الطبقة التانية. الفورمة دي بيكون لها الغطيان اللي انتوا شايفينها دي، بس طبعا انا مش بستخدمها. ببدأ احط فيها اللي هي العصيان الخشبية، بحسها بتكون احسن كمان وبتتماسك معايا اكتر. طيب هبدأ بقى اجيب غطا كده من العلب بتاعة الجبن، وهبدأ اخرمها بحرف سكينة، وهنبدأ بقى نثبت فيها العصيان الخشبية بتاعتنا ديت. عايزة اقول لكم الفكرة دي بجد جميلة جدا. ممكن كمان نستخدم ورق الفويل، اهم حاجة بس حاجة تثبت لنا العصيان الخشبية دي علشان ما تتحركش جوه الفورمة. بس كده بوزع بقى العصيان بتاعتي بالشكل ده، وبرضو هوديها على الفريزر. تعالوا بقى نشوف الايس كريم بتاعنا بعد ما بيتناه في الفريزر من بالليل لتاني يوم الصبح، بيبقى معايا بالشكل القمر ده. شايفين بقى القوالب السيليكون بتكون سهلة جدا. بصوا بجد تحفة، شايفين الجمال؟ هنبدأ بقى نخرجهم بكل سهولة بالشكل ده.
اما بقى الفورمة اللي هي التانية البلاستيك دي، علشان خاطر الايس كريم بتاعنا يخرج بسهولة وما يتبهدلش ويتكسر منك، لازم نجيب طبق كده يكون فيه مية سخنة، ويا دوب بصوا اقل من نص ثانية، يعني يا دوب ننزل الفورمة بالشكل ده ونرفعها على طول، ونبدأ بقى نلف كده العصاية الخشبية دي واحنا بنخرجه من الفورمة علشان خاطر ما يتكسرش مننا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، مفيش ولا واحدة اتكسرت مني، طالع تحفة بجد، تحفة جدا. تقدري كمان تغلفيه بالشوكولاتة، بنجيب شوكولاتة وبنسيحها على حمام مائي، ونبدأ كده أول ما نخرج الآيس كريم بتاعنا من الفورمة بننزله على طول في الشوكولاتة السايحة، ويبقى اتغلف كده معانا بالشوكولاتة، وبصراحة طعمه بيكون تحفة جدا. بس النهاردة حبينا نعمل حاجة اقتصادية وما يكونش فيها أي تكلفة. عايزة أقول لكم إن طعمه بجد وهمي، طعمه جميل جدا ما شاء الله. متهيألي بقى مفيش اسهل من كده، يعني هتخلصي الفيديو هتقومي تعمليه حالا. جربوا بقى الايس كريم ده بالمقادير دي وبالطريقه دي، وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. انا متاكده انه هيعجبكم جدا، كمان هتعملي كميه كبيره تقدري تحتفظي بيها في الفريزر. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، كل المقادير بسيبها لكم مكتوبه في صندوق الوصف، بقوا شوفوها. ما تنسوش اللايك والشير كتير للفيديو، كمان الاشتراك في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.